إليو ديانج في الغالب ماشي. للأسف حتى الآن المفاوضات ما وصلتش لحاجة، العروض واصلة للعيب كبيرة جدا وما نقدرش نلومه. يعني احنا سيبنا كولر يتحكم في اللاعب كما شاء ويحطه ويركنه وبعد كده يقول مش عايزه، فاحنا نطلعه إعارة فينور هناك ويبقى ياخد الرابع تقريبا او الخامس كترتيب اكتر من افضل لعيبه خط الوسط في او في التاكلينج او في قطع الكرات المرتده. ديانج بساطته معروفه، قوه جسديه واحنا محتاجينه. يعني دلوقتي ديانج معروف هو ومروان عطيه هما الحائط السد المنيع امام الدفاع. يعني المهاجمين لازم في الاول يعدوا من الاتنين دول، وده صعب على اي حد عشان يوصلوا للدفاع. فمريحين دفاع، مريحين الشناوي، مدينك اطمئنان، بيقطعوا الكوره بيبنوها صح وبيدوها للهجوم وبيدوها للونجات اللي بعد كده بيعملوا شغل ونقدر ان شاء الله نكسب. فديانج حاجه ارتكاز يعني، وللاسف ما فيش منه او ما فيش بالقوه دي او بالمواصفات دي كتير. احنا للاسف المدرب في فرق بين ان احنا نديله حريه وان احنا نسيبه كسكينه على رقاب اللعيبه. زي موسيماني اللي مش عاجبه يمشيه، كولر برضه مش عاجبه يمشيه. انت ناجح مفيش مشكله، بس لما تغلط لازم يكون في اداره، لازم يكون في تقويم. مفيش يا جماعه حد بيتساب عشان ناجح من غير رقابه. مفيش حتى المثل بيقول لك المال السايب يعلم السرقه. تمام. الاول بيت المهمل يخرب لبيت الظالم. احنا مش هنقول بقى ان هو ايه، لا سرقه ولا مهمل ولا ظالم. انت سبت شخص لغروره، سبت شخص شايف ان هو بيفهم وبقيه الناس حتى لو بتفهم احسن منه رايها مش مهم، في الاخر كلام انا اللي هيمشي، وده مش صح. وادي النتيجه اهي، ديانج مش عارفين نجدده وللاسف احنا محتاجينه. طب الاهلي محدد بديل لديانج؟ صعب انك انت تلاقي بديل زيه، بس اكيد هيجيبوا بديل. ده رقم واحد. ويبقى احنا كده ايه يعني، هنخش في سلسله. وبرضه حصل برضه نفس الموضوع. يعني عماد متعب وقالها بنفسه. سبب اعتزال عماد متعب ايه؟ مش عشان خاطر السن او ان هو مش قادر، لا. سبب اعتزال عماد متعب حسام البدري، لان الاداره برضه سابت له برضه الحريه في اختيار القرار. زي ما بيحصل الكلام ده، السياسه دي لازم تتغير. لازم يكون في خطوط حمراء للمدربين، نديهم مساحه واسعه جدا 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 لكن ليها حدود. وده